السلام عليكم الإخوان الفلاحة. دائما في إطار الإرشادات اللي كنقدموها الإخوان ديالنا الفلاحة. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد المرض اللي كيقيس الشجر ديال اللوز. وهذا المرض هذا اللي مجموعة ديال الفلاحة اللي كيهملوه وما كيعطيوش واحد الأهمية، ولكن هو التأثير ديالو كيكون تأثير كبير. لا من حيث يعني كينقص لنا الإنتاجية وكيضعف لنا كذلك الشجرة. الاعراض ديالو في الاول كتبان واحد على شكل واحد البقع، يعني واحد دوائر على مستوى الاوراق، كيكون اللون ديالهم كيكون احمر، ولا كيكون اللون ديالهم برتقالي، كيكونوا فوق الورق. هاد البقع او الدوائر كيبقوا مع الوقت كيبقوا يكبروا، وكيوليو من بعد كيوليو باينين يعني على مستوى ديال الاوراق. وفي الاصابه يعني الشديده ديال هذا المرض هذا في الاخير كيدي ديال السقوط، يعني كديك الورقه كتصفر وكطيح. المشكل ديال ان هذا الضرر كيكون على مستوى الاوراق، وكيف ما هو معروف يعني الورقه هي مهمه، وهي بالنسبه للشجره هي المصنع وهي الحياه بالنسبه للشجره ديالنا. وعلى مستوى هاد الورقه كيتم صناعه ديال التغذيه ولا الغذاء ديال هاد الشجره هذه. اذا المشكل ديال هذا المرض هذا يعني كيكون السبب ديالو كيكون يعني مورا الشتاء، خصوصا يعني كتكون ارتفاع ديال الرطوبه. وفي حالة الا يعني ما كانش واحد العلاج وبقات الورقه يعني مريضه ولا طايحه في الارض، هنايا كيكون يعني المشكل ديال المرض كيبدا من جديد، يعني في المواسم المقبله كيولي كيبان. هنايا يعني كيفاش اننا نعالجوا هذا المرض. هذا المرض دائما خصو يبدا بالوقايه، يعني العلاج اللي دائما كنصحوا به الفلاحه، ودائما هذو هما الارشادات اللي كنقدموا للفلاحه دائما، ان العلاج خصو يكون علاج وقائي. اول حاجه يعني ديك الورق اللي كنلقاوها مريضه وكتكون طايحه في الارض، هذيك خاصنا نجمعوها. وني طريقه اللي هي سهله هي ان كيدوز واحد الكوفير ولا الحرت. يعني كان الفلاح كيدير الكوفير ديالو انه كيقلب داك الاوراق، وكنقصوا من الخطوره ديال هذا المرض. كذلك التقليم اللي هو الزباره اللي هو مهم، علاش؟ لانه كيهوي لنا الشجره ديالنا، وكتكون الاضاءه والتهويه من داخل الشجره. كاين واحد الرش اللي هو وقائي كنرشوه بالنحاس، وخصوصا يعني كنستعملوا الاوكسيكلوريد دو كويفر، يعني قبل الازهار، ولا الهيدروكسيد دو كويفر اللي هو هادو منتوجات نحاسيه. وهادو كيكونوا يعني كعلاج وقائي. من بعد يعني الا بانت لنا الاصابه يعني في البدايه ديال الربيع، هنايا كنلجؤوا لواحد الماده فعاله اللي هي تيبيكونازول ولا ديفينوكونازول. هادو كنستعملوهم في حالة الا بان لينا المرض، وكنعاودوا يعني العلاج في شهر 6. هكذا كنكونوا يعني حدينا من الخطورة ديال هاد المرض هذا. وهنا الفلاحة دائما كنصحهم انهم ما يهملوش، يعني دائما يكون مراقبة الحقل ديالهم، الشجر ديالهم، الاوراق ديالهم، باش انهم دائما يحصلوا على واحد المنتوج اللي هو جيد.